الخروف البرقي ده من افضل انواع الخروف اللي موجوده في السوق المصري. ليه هو افضل انواع الاغنام؟ وكمان ازاي اقدر اعرف ان الخروف ده برقي او الخروف ده بلدي؟ تمام. السؤال كده فيه شقين. امم الشق الأولاني، ليه الخروف البرقي من أفضل الأغنام اللي موجودة في السوق المصري، تمام. والشق الثاني إزاي أقدر أتعرف على الخروف البرقي. تمام. الشق الأولاني من السؤال، ليه الخروف البرقي مميز عن باقي الأغنام أو السلالات اللي موجودة في السوق؟ لأنه بيمتاز بمجموعة من الصفات الوراثية اللي بتميزه عن باقي السلالات اللي موجودة في السوق المصري. حلو قوي. طبعا الصفات الوراثية ديت في منها صفات وراثية شكلية. اما اجي اشتري الخروف بشوفها وبتبقى ظاهرة قدامي. خارجيه. خارجية. تمام. زي لون الصوفة بتاعته، تبقى جسم الخروف أبيض، ورأسه لونها أسمر، مهم. والصوفة بتاعته بتبقى ناعمة، واللية بتاعته بتبقى صغيرة ومثلثة، تمام. والقرون بتاعته بتبقى مفتوح. ديت الصفات الوراثية الشكلية اللي أقدر من خلالها إن أنا أتعرف على الخروف البرقي. تمام. طبعا ودي بتميزه عن باقي السلالات في الشكل. السلالات اللي موجوده في في الشكل الشكل الخارجي. خارجي. تمام. والنقطة الثانية، في صفات وراثية تتعلق بنسب الدهون ونسب الكوليسترول. نسب الدهون والكوليسترول اللي موجودة في الأغنام البرقي قليلة جدا. مهم. فطبعا ده بيبقى غذاء آمن أو بروتين حيواني آمن للمرضى اللي بيعانوا من الضغط والسكر. إزاي مهم. بقى أتعرف على الخروف البرقي؟ طبعا احنا قلنا الصفات الوراثية الخارجيه. وقلنا الجزء اللي هو بتاع ان هو بتاع الدهون وبتاع الكوليسترول وان هو امن على مرضى السكر. تمام. تمام. الخروف البرقي اتسمى برقي لأن هو أنشأ في إقليم بورقة في ليبيا. وطبعا إقليم بورقة في ليبيا بيضم مجموعة من المدن، منها مدينة القفرة. طبعا المدينة ديت بتشترك مع الحدود المصرية مع في السلوم. فلما حصل طبعا الاحتلال الإيطالي سنة 38 على مهم. دولة ليبيا، فبدأ القبائل اللي موجودة في مدينة القفرة تيجي السلوم، فانتقلت السلالة من القفرة بإقليم بورقة إلى الى السلوم. السلوم. مهم. فبقى متوفر الخروف البرقي بكثرة في منطقة السلوم. مهم. فهو ده منشأ الخروف البرقي.